السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. عندنا وصفة حلوة جدا جدا، اللي مش هيعملها بالطريقة ديت فاتوا كتير كتير كتير. عملنا المسقعة بطريقة حلوة جدا جدا. عملنا مسقعة البتنجال من غير لحوم، من غير اي حاجة، عملناها حرشة. كملي مع الوصفة وان شاء الله بإذن الله وصفتي تعجبك بإذن الله. وبنغير طول عمرنا، بنقلي، نحط عليه خل، نحط عليه توم، نحط عليه حبة صلصة كده وشكرا. لا، نعملها بطريقة حلوة جدا جدا، وهنحط كل المكونات بتاعتنا في الوصفة النهاردة. نحط الخل ونحط التوم ونحط الصلصة بس بطريقة حرشة، بطريقة سهلة جدا جدا جدا. كملي مع الوصفة وان شاء الله تعجبك. لو عجبك الفيديو بتاعي اعملي لايك وكومنت حلو من ايدك، وشكرا ليكي لانضمامك لعيلتنا الصغيرة، ان شاء الله تكبر بيكم بإذن الله. يلا بينا نسمي الله ونبتدي وصفتنا. طبعا البدنجان دلوقتي موجود في السوق، نقيه بقى عشان هو اكتريته بيبقى مبذر شويه، بيبقى من تحت كده، الجزئيه اللي تحت دي بتبقى مبذره قوي، فنقيها بتبقى خفيفه شويه في الايد. ما تنقيش التقيله، نقي الخفيفه. تمام. وبقطعه، بسيب منه جزئيات كده، منه من الجلد الاسود، بقطعه حلقات، وباخد كل حلقه كده بقطعها على 4، بتكون سميكه شويه، بتكون تخينه شويه. تمام، بنفس الشكل. البتنجال يعني هو رخيص، بس هو اكتريته في السوق مبذر شويه. نقيه بقى وحاولي انت تنقي البتنجاله الحلوه اللي طبعا تلاقيها خفيفه شويه في ايدك. قطعت كل الكميه اللي عندي، وطبعا على حسب الكميه اللي عندك، وحطيت عليه شويه ملح، وهركنه على جنب كده لغايه ما الملح يتوغل كده في البتنجاله. تمام. تمام. عقبال بقى ما الملح يتوغل في البتنجال، هكون معايا فلفل اخضر، كميه حلوه يعني، هاتشي كده كميه حلوه كده. يعني حلاوته كده بالفلفل الكوبي يكون كتير كده فيه. وبقطعه جوليان كده، تخين شويه، او حلقات كده، او مربعات، الاسم اللي تسميه. انت شايفه انا بعمله ازاي، اعملينا زي ما انا عملت كده بالظبط. جبت بقى قطعت الفلفل الكوبي، ومعايا حبايه كده فلفل من الاحمر، وحبايه كده من الاصفر، هقطع برضو بنفس الشكل. الموضوع سهل جدا جدا. لو حابه سبايسي ممكن تحطي كده فلفل حامي، بس انا طبعا ما حطيتش فلفل حامي خالص فيه، عشان الولاد يعني ما بيحبوش الحامي قوي، فما رضيتش ان انا احط فلفل حامي. قطعت الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر والفلفل الاصفر، والبدنجان جاهز معايا. هي دي مكوناتي للاكله الحرشه الجميله جدا النهارده. طبعا ممكن تحطيه في فرن على ورق زبده كده بشويه زيت، وتدخليه كده يتحمر كده مع حاله، وممكن تقليه زي ما انا مقليته كده بالظبط. تمام. الوصفتين معاكي، اللي تقدري تعمليه اعمليه. تمام. انا بقى هقلي البتنجال بنفس الشكل، وهطلعه لونه ذهبي شويه، مش هغمق لونه. تمام. يعني هطلع لونه مصفر بنفس الشكل. لو وصلتي معايا لغايه كده ما تنسانيش في اللايك. اللايك بيرفع الفيديو شويه. القناه ضعيفه بقالها فتره كده، ضعيفه خالص يعني. بلاش نخش نكتب تعليق ونطلع نجري على طول. بلاش نعمل لايك، يعني بترجاكم بجد، زي ما انا ما بردلكوا التعليق بتاعكم واللايكات بتاعتكم، وردولي التعليق بتاعي واللايكات بتاعتكم بكل ضمير وامانه. تمام. تمام. انا بقى عملت كل كميه الباذنجان عندي بنفس الشكل، في نفس الطاسه. مش هغير طاسه، في نفس الطاسه، بس لو فيها زيت كتير ممكن تخفي منه شويه. تمام. هنزل بقى بالفلفل بتاعي كله، وهبتدي ان انا بقى هقلي الفلفل بتاعي. بصوا شكله بيتكلم عن نفسه. زي ما قلت لكم في كل فيديوهاتي، انا بحب اكل، يعني العين بتاكل قبل البق. طول عمري بحب اعمل الاكل ويبقى شكله حلو كده في وانا بعمله. فشكله كان حلو جدا وانا بقلي بقى كده البتنجان. هبتدي ان انا اديله تقليبتين تقليبتين كده لغايه ما احس اللي هو دبل شويه. تمام. بصوا مفروض زيت كتير، احنا شلنا الزيت زي ما اتفقنا كده منه، وسيبنا زي 3-4 معالق زيت كده. خلاص البدنجان، عفوا الفلفل، دبل شويه. بدات ان انا نزلت بمعلقه توم مفرومه. تمام. مش بحمر التوم قوي، بديله بس تقليبتين. هنزل عليهم حوالي كوبايه كده طماطم،
مفرزاها، عندك باقيه من شويه تسبيكه محشي اي حاجه، حابه تسبكيها كده على النار، مفيش مشكله خالص. نزلت عليهم بمعلقه من الملح ونص معلقه صغيره من السكر ومعلقه كبيره من الكمون ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه. هي دي بهاراتي اللي حطيتها. ونزلت بحبه خل، حبه صغيرين جدا مش كتير. لو حابه تخليها الخل ظاهر اكتر براحتك، بس انا مش حابه الخل يبقى ظاهر قوي فيها، فنزلت بيه معلقه كده من الخل. سبتها تغلي غلوتين كده، وبدات ان انا نزلت بالبتنجال بقى الجامد بتاعنا. بصوا شكله جميل جدا. نغير بقى، طول عمرنا بنقعد نقطعه حلقات حلقات، لا نغير كده وشوفي شكله وطعمه هيبقى عامل ازاي، مختلف كتير جدا عن اللي احنا كنا بنعمله طول عمرنا. تمام. هقلب بقى تقلبتين وهبتدي ان انا ادمج بقى الفلفل بقى مع البتنجان مع الصوص اللي احنا عملناه. لو حابه تكتري الصوص شويه كتريه براحتك. بصوا شكله تحفه. سيبيه كده بقى يقعد يبقبق كده مع حاله شويه كده، بس مش كتير. تمام وبس كده. هسيبه بقى مع حاله كده شويه يبقبق، ووصفتي النهارده خلصت. معاكي بقى بطاطس محمره، معاكي بقى بصي فول بالطماطم، الاكل الحرش بتاعنا، اعملي وبدعي. وصفتي خلصت، يا رب تكون الوصفه عجبتكم. حطيناها في الطبق بتاعنا في طبق التقديم بقى، ويلا بينا بقى ناكل بالعيش بتاعنا البلدي بقى اللي هو تحفه تحفه تحفه. جربوها واعملوها بنفس الطريقه، هتلاقوا في اختلاف كتير جدا بين البدنجان اللي بنعمله طول عمرنا والطريقه ديت. دقته كان طعمه جميل جدا. جربوها ان شاء الله، باذن الله تعجبكم باذن الله. لو عجبك الفيديو بتاعي النهارده ما تنسانيش في اللايك. اللايك بيرفع الفيديو شويه. كومنت حلو من ايدك وقولي لي الفيديو بتاعي النهارده عجبك ولا ايه، ما عجبكيش ولا في طريقه تانية عجباكي. وبس كده، اسيبكم بقى في رعايه الله وانتظروا اللي جاي باذن الله، ومع السلامه.